باركولي خلاص هتجوز ونازله ناقي النجف. دي كانت أول جملة كتبتها سما المصري على صفحتها الرسمية على انستجرام، واللي قلبت السوشيال ميديا من امبارح. جملة قصيرة بس كانت كفيلة إنها تخلي اسم سما المصري يطلع ترند ويتصدر كل المنصات. سما المصري اللي من فترة أعلنت اعتزالها ورجعت بالحجاب، فجأة رجعت بخبر الجواز اللي خلى الناس تنقسم نصين. في ناس باركت لها وقالت يمكن تكون بدأت حياة جديدة، والناس تانية شايفة إنها مش هتبطل تعمل شو عشان تفضل موجودة في الصورة. لكن الموضوع موقفش لحد هنا. الإعلامية ياسمين الخطيب دخلت على الخط في برنامجها مساء الياسمين على قناة الشمس، وقالت كلام واضح وصريح. واضح إن موضوع سما المصري بقى فقرة أساسية كل أسبوع، وابتدت تنتقد تصريحاتها الأخيرة وخصوصاً ربط الحجاب بالزواج. ياسمين قالت إنها فرحانة بخطوة الاعتزال والحجاب، بس عندها ملاحظات مهمة جداً، من ضمنها إن سما ظهرت قبل كده في بث مباشر وهي بتصلي والكاميرا شغالة جنبها، وطرحت سؤال هل ينفع كده؟ والرد هنا مش عندها لكن عند أهل العلم. الجدل زاد أكتر لما ياسمين ركزت على تصريح سما المصري إن سبب حجابها عشان تتجوز، وقالت إحنا هنضحك على ربنا. أكدت كمان إن الحجاب عبادة وقناعة شخصية مش وسيلة لتحقيق هدف دنيوي زي الجواز. كمان قالت إن سما طول عمرها موجودة على السوشيال ميديا أكتر من إنها تبقى ممثلة أو رقاصة زي ما بيتقال، وإن اللي بتعمله غالباً بيكون عشان الترند مش عشان الفن. وبالرغم من كل الانتقادات، ياسمين شددت إن كلامها مش هجوم شخصي على سما، لكن نقد لازم يتقال عشان الحجاب والدين ما يتحولوش لأداة للشو أو حتى مادة للجدل المستمر. ودلوقتي السؤال اللي شاغل الناس كلها، هل إعلان سما عن الجواز مجرد فرقعة جديدة ترجع بيها للأضواء، ولا فعلا في خطوة جدية وإنها تبقى عروسة قريب؟ الجدل شغال، وسما كالعادة عارفة إزاي تمسك الترند بإيديها وإزاي تتحكم في السوشيال ميديا بخطوة واحدة.